الكتاب بينقل لنقطة تانية مهمة، وهي الفرق بين التعامل مع المنطق والتناقض، حتة المنطق مقابل الجدلية دي. أيوة، الفكر الغربي خصوصا من أيام أرسطو بيقدس المنطق السوري وقواعده. يمكن أهم قاعدة هي مبدأ عدم التناقض. الحاجة ما ينفعش تكون هي وعكسها في نفس الوقت. في الهدف دايما هو تحليل الأفكار، ولو في تعارض لازم نحسمه ونوصل لحقيقة واحدة وواضحة من غير تناقض. وفي المقابل بقى الفكر الشرق آسيوي بيتعامل إزاي مع التناقض ده؟ يعني لو فكرتين عكس بعض. بيكون متقبل أكتر لفكرة إن التناقض ده جزء طبيعي من الحياة، وإن كل حاجة بتتغير باستمرار. الفلسفات زي الطوية مثلا بتركز على فكرة الجدلية، مش الجدال بمعنى الخناق، لا، الجدلية بمعنى إن الأضداد دي ممكن تتواجد مع بعض، وإن الحقيقة ممكن تكون في التوازن إنهم أو في طريق وسط، مش لازم طرف يكسب وطرف يخسر. يعني مفيش سعي